السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. النهاردة هنتكلم عن درس الكوانتم نمبرز، ودرس الكوانتم نمبرز من أهم الدروس اللي عندك في المنهج. طيب احنا عندنا 4 كوانتم نمبرز، محتاجين نعرف كل واحد فيهم اسمه ايه وايه السيمبل بتاعه وبنعمل بيه ايه. فعندك أول حاجة تعال نشوفها. أول واحد معانا اسمه Principal Quantum Number اللي هو عدد كامل رئيسي. السيمبل بتاعه عبارة عن ان سمول كده، ده السيمبل بتاعه. جميل. طبعا عايز أعرف بقى هو ده أصلا ايه لازمته، بعرف من خلاله ايه. فقال لك اولا بور هو اللي اكتشفه. اوكي، طيب عارف يعمل ديفاين لايه من خلاله؟ فعارف يعمل ديفاين للاوردر اوف برنسبل انرجي ليفلز. تمام، يعني اللي هو رتبة المستوى الطاقة الرئيسي. اوكي، طيب بيقول لك ان هو في الهيفيست اتوم اللي اتعرفت لحد دلوقتي بيكونوا 7. جميل، دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، عارف النمبر اوف الكترونز اللي تعرف تعمل فيل لكل انرجي ليفل. تمام، وقال لك ان هو من خلال ريليشن اسمها 2n سكوير. جميل الكلام ده. طيب خلينا ناخد اول حاجه خالص، عايزين نعرف الاوردر بتاع البرنسبل انرجي ليفلز. احنا لو فاكرين من اعدادي كان هما 7 انرجي ليفلز K L M N O P Q. جميل. طيب ادي الجدول قصادنا K L M N O P Q. جميل، ده الليفلز بتاعتنا. طب انا عايز اعرف ال N بتاعتنا اللي هي البرنسبل كوانتم نمبرز بتاعه. فهتلاقيها بدأت من K equal 1 لحد Q equal 7. يبقى معنى كده ان ال N بالنسبة لنا، او هو principal quantum number، بياخد قيم من اول 1 لحد 7. جميل، مفهوش زيرو، مفهوش حاجة بالنيجاتيف، مفهوش فراكشن. جميل الكلام ده. طيب تمام، ادي ايه، دي اول حاجة. طيب نخش على تاني حاجة بتاعت النمبر اوف الكترونز. احنا قلنا ان هي بتتركب من علاقة اسمها 2n سكوير. جميل الكلام ده. طيب تعال مثلا نجرب اول ليفل معانا اللي هو الكي. قلنا 2n سكوير. طب ال n بتاعت الكي بواحد، فنقول 2 تايمز 1 سكوير. 1 سكوير طبعا ب 1، 2 تايمز 1 equal 2. يبقى معنى كده ان اول ليفل اللي هو اسمه كي ده، فهو بيحصل له فيل ب 2 الكترونز. جميل الكلام ده. طب تعالى تاني ليفل معانا اللي هو اسمه ال. لو هنتكلم على ال فبرضه 2n سكوير، يعني قول 2 تايمز 2 سكوير. 2 سكوير ب 4، 2 تايمز 4 equal 8 الكترونز. جميل الكلام ده. طيب يبقى احنا عرفنا كده ان تاني ليفل معانا اللي هو الليفل اللي اسمه ال فيه 8 الكترونز. جميل. طب خش على اللي بعده، الليفل اللي اسمه ام. الليفل اللي اسمه ان تقول برضه 2n سكوير. هتقول 2 تايمز 3 سكوير. 3 سكوير equal 9. 2 تايمز 9 equal 18، مش 16، هي 18. جميل. طيب ونيجي بعد كده للN. فالN عندنا اللي هو الليفل نمبر 4 اللي هو الN بتاعته 4. فهتقول 2 تايمز 4 سكوير. 4 سكوير تبقى 16. 2 تايمز 16 equal 32 الكترونز. جميل الكلام ده. لحد الفورس انرجي ليفل احنا تمام وعارفين نمشي بالريليشن دي. ال5 وال6 وال7 بتوع الليفلز دول مش هنمشي بالريليشن دي. طب ليه الكلام ده؟ قال لك اصل لو في اي اتوم خدت في اي انرجي ليفل اكتر من 32 الكترونز كانت هتبقى unstable. جميل، فعشان كده احنا اخرنا في الريليشن دي هو الفورس انرجي ليفل اللي هو n. بعد ال n ما بنمشي بالريليشن دي، عشان لو في اي اتوم خدت اكتر من 32 الكترون في انرجي ليفل واحد كده بقت unstable، ما بقتش مستقر. جميل كده. طيب ده بالنسبة لنا أول كوانتم نمبر. جميل. نخش على تاني واحد معانا اللي هو السبسيدري كوانتم نمبر. سبسيدري كوانتم نمبر السيمبل بتاعه عبارة عن ال. طيب ده معناه ايه؟ معناه عدد كم ثانوي. جميل. طب انا فهمت انا كده ايه ده، ايه لازمته، يعني بعمل منه ايه. فقال لك ده اول حاجة بيتدكت النمبر اوف سب ليفل ان each انرجي ليفل. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجه اسمها سب ليفل تبقى جوه الانرجي ليفل، المين انرجي ليفل جواه سب ليفل. جميل. طب انا عايز اعرف يعني اجيبه ازاي. فقال لك بنعرف السب ليفلز الموجوده في الانرجي ليفل من خلال حاجه اسمها 0 to n minus 1. ال n ده اللي هو البرنسبل كوانتم نمبر اللي كنا لسه بنتكلم عليه. طب جميل الكلام ده، عايزين نفهمها برضه، عايزين نطبق الكلام ده. فبيقول لك مبدئيا بس لازم تبقى عارف السب ليفلز. السب ليفلز عندك هما اس بي دي اف. جميل، يبقى انت عندك 4 سب ليفلز اس بي دي اف. جميل. طب انا عايز اعرف ال بتاعت كل واحده فيهم. فاقول لك ان الاس ايكوال 0، البي ايكوال 1، الدي ايكوال 2، الاف ايكوال 3. الحاجات دي لازم تكون معروفه. جميل الكلام ده. فلو خدت بالك هتلاقي السبسيدري كوانتم نمبر بياخد الفاليو اللي اسمها 0، لكن البرنسبل كوانتم نمبر كان بيبدأ من 1 to 7، ما كانش بياخد 0، ما كانش بياخد نيجاتيف، لكن ده يقدر ياخد 0 عادي خالص. جميل. طيب يبقى زي ما اتفقنا هو اس بي دي اف، الاس بتاخد 0، البي بتاخد 1، الدي بتاخد 2، الاف بتاخد 3. طيب خلينا كده نشوف
اول انرجي ليفل معانا اللي هو كان الكي. الكي ده الان بتاعته ب1 صح كده. طب لو طبقنا عليه الريليشن اللي لسه بنقول عليها 0 to n minus 1 لما تكون اصلا n ب1 يعني هقول 0 to 1 minus 1 1 minus 1 equal 0. فمعنى كان هو مفيش غير 0 بس الزيرو انرجي ليفل. طيب مين الزيرو السب ليفل اللي اسمه 0 ده او ال بتاعته ب0؟ هتلاقي السب ليفل اللي ال بتاعته ب0 هو الاس. يبقى معنى كده ان الكي ده مفيهوش غير سب ليفل اسمه اس بس. جميل. طيب تعالى على تاني انرجي ليفل معانا اللي هو اسمه ال ده يعني ان بتاعته ايكوال 2. فلو جيت على الريليشن بتاعتنا هيبقى هنقول 0 هنقول كده 0 to 2 minus 1 2 minus 1 equal 1. يبقى احنا عندنا 0 وعندنا 1 دول كده ايه؟ دول السب ليفلز اللي فيه. طيب مين السب ليفل اللي ال بتاعته ب0؟ ده الاس. مين السب ليفل اللي ال بتاعته ب1؟ ده البي. يبقى معنى كده ان ده في اس وفي بي. جميل. طب خلينا نكمل. تيجي على الليفل 3 الثيرد ليفل معانا اللي هو الام هتلاقي بتاعته ايكوال 3 يعني من نفس الريليشن 0 to n minus 1. يبقى تقول هنا طبعا n minus 1 يعني 3 minus 1 equal 2. يبقى معنى كده الام ده في 0 و1 و2. طب مين الفاليو بتاعته 0 ومين 1 ومين 2؟ الاس هو الزيرو البي هو ال1 الدي هو ال2. يبقى معنى كده ان الانرجي ليفل اللي اسمه ام ده جواه 3 سب ليفلز اس وبي ودي. طب تيجي على الرابع معانا اللي هو الان بتاعته ب4. بما ان الان بتاعته ب4 يبقى نقول هنا 4 minus 1 equal 3. يبقى معنى كان في 0 و1 و2 و3 0 1 2 3. معنى كان في الاربعه سب ليفلز كلهم في الاس بي دي اف كلها. جميل الكلام ده. جميل الكلام ده. طيب تعال نفترض كده ان احنا عندنا عمارة متكونة من 7 ادوار. جميل. جميل. طيب وجيت قلت لك ان انت عندك الدور الاول ده مفيهوش غير شقة واحدة بس والشقة دي اسمها اس. جميل. جميل. طيب تطلع كده الدور التاني تلاقي عندك شقتين، شقة اسمها اس شقة اسمها بي. طيب زي الفل. تطلع الدور التالت تلاقي بقى عندك 3 شقق، شقة اسمها اس شقة اسمها بي شقة اسمها دي. طيب تطلع الدور الرابع تلاقي بقى عندك 4 شقق، شقة اسمها اس شقة اسمها بي شقة اسمها دي شقة اسمها اف. ومن الدور الخامس لحد الدور السابع هتلاقي نفس ال4 شقق اللي كانوا موجودين في الرابع. طبعا ال7 ادوار دول انا اقصد بيهم المين انرجي ليفل او اللي هما البرنسبل انرجي ليفل. جميل الكلام ده. يعني انا بتكلم كده على ايه؟ على مستوى الطاقه الرئيسيه. طيب جميل قوي. طب والاس بي دي اف اللي انا بتكلم عليهم دول ايه؟ طبعا دول ايه؟ دول السب ليفلز اللي جواها. فهتلاقي ان 1 اللي هو اول مستوى ماشي اللي هو الدور الاول بالنسبه لنا مفيهوش غير اس بس. تاني مستوى في اس وبي. تالت مستوى طبعا بتكلم عن مين انرجي ليفل. تالت واحد في اس بي دي. ومن الرابع للسابع فيهم اس بي دي اف كله. طيب انا عايز افرق بين اس بتاعت المستوى الاول واس بتاعت مثلا الانرجي ليفل التالت. هعمل ايه؟ يبقى انا لازم اعرف افرق بينهم. طب افرق بينهم ازاي يا عم؟ قال لك بسيطه وسهله، حط جنب كل واحد فيهم الدور بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتلاقي كده عند اول دور هقول لك اسمه 1 اس يبقى ده كده اس بتاعت الدور الاول اللي هو الانرجي ليفل الاول. اجي عند تاني واحد هتلاقيني بقول لك ايه 2 اس اللي هو الاس بتاعت الليفل التاني. تالت واحده 3 اس 4 اس 5 اس 6 اس 7 اس. جميل. طيب تيجي على البي بدأت تظهر امتى؟ في الدور التاني. فيبقى اول مره هتكلم على البي هقول 2 بي. يبقى بدايتنا 2 بي مفيش حاجه اسمها كده 1 بي لان هي بدأت تظهر في الدور التاني اللي هو التاني واحد اللي في الانرجي ليفلز. جميل. يبقى عندك 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي. طيب حلو قوي الكلام ده. خش على الدي هتلاقي اول مره قابلنا كان في الدور التالت. يبقى اول سب ليفل اسمه دي هيبقى اسمه 3 دي. عندك 3 دي 4 دي لحد ال 7 دي. جميل الكلام ده. طيب تعالى بقى على ايه؟ على الاف ده بدأ يظهر امتى؟ بدأ يظهر في الدور الرابع اللي هو الفورس انرجي ليفل. يبقى بدايتنا هنقول 4 اف ولحد ما نوصل ل 7 اف. جميل الكلام ده. يبقى احنا كده عرفنا نفرق بين السب ليفلز بتاعت كل انرجي ليفل. طيب زي الفل. خش معايا على تالت كوانتم نمبر وهو اسمه الماجنتيك كوانتم نمبر ويمكن ده اطولهم شويه او ده اللي فيه افكار شويه. طيب انا عايز اعرف الماجنتيك كوانتم نمبر ده هيعرفنا ايه؟ فهو هيعرفنا كذا حاجه.
اولا هيعرفنا number of orbitals اللي موجوده في كل energy level وفي كل sub level. جميل. طيب خلينا الاول نتكلم على السب ليفل. قال لك عشان تعرف اللي في السب ليفل الاوربيتالز الموجوده في السب ليفل هتعرفها من حاجه اسمها 2l+1. طبعا عارفين ال ده اللي هو السبسيدري كوانتم نمبر اللي لسه كنا بنتكلم عليه، فيقول لك 2l+1. طب جميل الكلام ده، عايز افرق كده واشوف. فعندك انت عندك اصلا 4 انرجي ليفلز، 4 سب انرجي ليفلز اللي هو اس بي تي اف. جميل. طب امسك كده الاس دي يعني ال بتاعته بزيرو. جميل الكلام ده. طيب يعني لما تيجي تتكلم عنه هتعوض عن ال بزيرو، فهتقول 2 تايمز 0 بلس 1. 2 تايمز 0 ايكوال 0 بلس 1 ايكوال 1. يبقى معنى كده ان السب ليفل اللي اسمه اس فيه 1 اوربيتال بس. جميل الكلام ده، جميل الكلام ده. طب خش على اللي بعده. عندك بعد كده تاني سب ليفل معانا وهو البي اللي ال بتاعته كانت 1. يعني لما اقول 2 تايم 2l بلس 1 بقول 2 تايمز 1 بلس 1. 2 تايمز 1 بلس 1 equal 3 orbitals. معنى كده ده كده فيه 3 orbitals. كلام جميل، كلام جميل. خش على الليفل التالت اللي معانا كان اسمه دي وكانت ال بتاعته ب 2. فلما اقول لك 2l بلس 1 يبقى اقول لك 2 تايمز 2 بلس 1. 2 تايمز 2 بلس 1 equal 5. يبقى ده كده فيه 5 orbitals. جميل الكلام ده. طيب خش على رابع واخر سب ليفل معانا. اخر سب ليفل معانا كان اسمه اف وكانت ال بتاعته ب 3. فما اقول 2l بلس 1 بقول 2 تايمز 3 بلس 1. 2 تايمز 3 بلس 1 equal 7 orbitals. جميل الكلام ده، جميل الكلام ده. خد بالك من حاجه، النمبر اوف اوربيتالز دي ضعفها يبقى النمبر اوف الكترونز اللي بيشيلها السب ليفل ده. بمعنى مش الاس ده فيه 1 اوربيتال، جميل، يبقى فيه ايه؟ بيشيل 2 الكترونز. طيب البي في كام اوربيتال؟ في 3 اوربيتالز، يبقى يشيل 6 الكترونز. طب الدي في كام اوربيتال؟ في 5 اوربيتالز، يبقى يشيل 10 الكترونز. طب الاف في 7 اوربيتالز، يبقى يشيل 14 الكترونز. جميل الكلام ده. طيب زي الفل كده، خلصنا من اول حاجه. خش على تاني حاجه، فاقول لك هو كمان يعرف يعمل ديترمين للاوربيتال اللي موجوده في كل انرجي ليفل. هنا مقصود بالانرجي ليفل هو المين انرجي ليفل. جميل. طيب في ريليشن اسمها ايه؟ اسمها ان سكوير. طب جميل الكلام ده، خلينا نجرب. فاول انرجي ليفل كان اسمه كي وكانت الان بتاعته ايكوال 1. فيبقى كي هقول كده 1 باور 2 هو 1 سكوير، هتلاقي ايكوال 1. فمعنى كده ان المستوى اللي اسمه كي ده مفيش غير اوربيتال واحد. فانت لو رجعت للعماره بتاعتنا فهتلاقي الدور الاول اللي هو المستوى الاول ما كانش فيه غير سب ليفل اسمه اس بس. ما كانش في غير سب ليفل اسمه اس بس، ولسه هنا اصلا ايه؟ ان الاس ده في 1 اوربيتال، يبقى فعلا الكي كله على بعضه في 1 اوربيتال اللي هو الموجود في الاس. طب خش على تاني حاجه معانا. تاني ليفل معانا كان اسمه ال، كانت الان بتاعته ب 2. فاما اقول 2 سكوير ايكوال 4 اوربيتالز. ولو تفتكر العماره بتاعتنا ارجع لها تاني هتلاقي ان كان تاني دور في شقتين، في اس وفي بي. جميل الكلام ده. طيب واحنا لسه قايلين الاس ده في 1 اوربيتال. جميل. وقلنا البي ده في 3 اوربيتالز، يبقى معنى كده ان المستوى كله اللي اسمه ال في 4 اوربيتالز، ال1 ده وال3 دول. جميل. طيب يبقى احنا فعلا كده ايه؟ عرفنا نجيب كل الاوربيتالز اللي موجوده في الايه؟ في الانرجي ليفل. جميل. طيب زي الفل. بعد كده هكلمك على السبيشال شيبس اوف اوربيتالز اللي هو الشكل الفراغي للاوربيتالات. جميل. طيب اول حاجه هتكلم عليها السب ليفل اللي اسمه اس. طب السب ليفل اسمه اس ده هقول لك هو بيتكون من 1 اوربيتال وده خلاص عرفناه، واقول لك ان الشيب بتاعه سفيريكال. تمام، سفيريكال ده اللي هو كروي يعني. جميل. طيب فخلينا نبص على الشكل ده، فهو فعلا خلاص سفيريكال اهو. تمام. في عندك ده 1 اس وده 2 اس وده 3 اس. لو لاحظت الفرق بينهم هتلاقي الفوليوم عمال يكبر. ماشي. طبعا 1 اس ده بتاع الدور الاول، 2 اس ده بتاع الدور التاني، 3 اس ده بتاع الدور التالت. هتلاقي ان كل واحد عمال يكبر، يبقى معنى كده ان كل ما يطلع لفوق كل ما يبقى في انرجي ليفل اكبر، كل ما يبقى الفوليوم بتاعه اكبر والانرجي بتاعته اكبر. معنى كده ان 3 اس الانرجي بتاعته اكبر من 2 اس، وان 2 اس الانرجي بتاعته اكتر من ايه؟ من ال 1 اس. جميل الكلام ده. طيب زي الفل. خش على تاني سب ليفل معانا واللي هو سب ليفل اسمه بي. طيب ده ماله؟ بيقول لك ده consist of 3 perpendicular orbitals. يعني ايه؟ يعني 3 اوربيتالات متعامده. جميل. طيب بيقول لك ايه؟ هما فيهم اكس وواي وزد. ماشي. ففي بالنسبه لنا حاجه اسمها بي اكس وبي واي وبي زد. طب نعرفهم ازاي؟ قال لك بص، لو هما مثلا ادي الشكل قدامك اهو، لو عندك التولوبس دول موجودين عند الاكس يبقى ده اسمه بي اكس. جميل. والنقطه دي بيبقى الالكترون دينستي فيها ايكوال 0. ماشي.
طيب حلو قوي الكلام ده. طب لو الاتنين عند واي بالشكل ده كده، يبقى معنى كان ده اسمه بي واي. جميل. وبرده النقطة دي هيبقى الالكترون دينستي بتاعتها بزيرو. طب لو الاتنين ماسكين عند عند الزد اكسس، لو الاتنين ماسكين عند الزد اكسس يبقى اسمه كده بي زد، وبرده النقطة دي هتبقى فيها الالكترون دينستي ايكوال زيرو. جميل الكلام ده. طب الحمد لله، مش هيكلمك على باقي السب ليفلز، هو خلاص هيكلمك على الاس والبي بس. طيب خلينا بقى نتكلم عن ماجنتيك كوانتم نمبر. بقى الماجنتيك كوانتم نمبر بيبقى عندنا من نيجاتيف ال تو زيرو تو بوزيتيف ال. طبعا احنا عارفين ال ده هو ايه، هو بتاع السب ليفل. طيب جميل، امسك كده واحد واحد. فاول واحد عندك كان اسمه اس، وكانت ال بتاعته بزيرو. فلو جينا نطبق الريليشن دي هنقول نيجاتيف زيرو، مفيش حاجه اسمها نيجاتيف زيرو، ولا في حاجه اسمها بوزيتيف زيرو، وده اصلا في اوربيتال واحد، يبقى الاوربيتال اللي فيه هو اسمه زيرو. جميل الكلام ده. جميل الكلام ده. خش بعد كده على السب ليفل اسمه بي، كانت ال بتاعته ايكوال 1، وفي 3 اوربيتالز. جميل. طيب لو احنا جينا نعمله، ادي 3 اوربيتالز اهم، عايز اعرف بقى اعمله ازاي الماجنتيك كوانتم نمبر بتاعه. احنا قلنا من نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال، يعني من نيجاتيف 1 تو بوزيتيف 1، يبقى اقول كده نيجاتيف 1، بعد كده اقول 0، بعد كده اقول بوزيتيف 1. طيب خش على اللي بعده، عندك سب ليفل اسمه دي، وكانت ال بتاعته ايكوال 2، وكان فيه 5 اوربيتالز، يعني هيبقى بالشكل ده كده. جميل جميل. طيب لما اقول من نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال، وهنا ال ب 2، يبقى عندك من اول نيجاتيف 2 لحد بوزيتيف 2، يعني اقول كده نيجاتيف 2 ده كده اسمه نيجاتيف 2، وبعد اللي بعده نيجاتيف 1، واللي بعده 0، واللي بعده بوزيتيف 1، واللي بعده بوزيتيف 2. طيب خش على اللي بعده. بعد كده عندك سب ليفل اسمه اف، وكانت ال بتاعته ايكوال 3، وكان فيه 7 اوربيتالز، كان بالشكل ده كده. جميل. بما ان ال ايكوال 3، يبقى من نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال، يعني من نيجاتيف 3 لحد البوزيتيف 3، ويكون بالشكل ده نيجاتيف 3، نيجاتيف 2، نيجاتيف 1، 0، بوزيتيف 1، بوزيتيف 2، بوزيتيف 3. في مشكلة في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشاكل في الكلام ده خالص. نيجي لاخر كوانتم نمبر معانا، وهو السبين كوانتم نمبر، وده بسيط وسهل جدا. بص، اولا هو ما بياخدش غير فاليو من اتنين، يا اما بوزيتيف هاف يا اما نيجاتيف هاف. طب هو اصلا ايه مهمته؟ هو بيجيب لك التايب اوف الكترون موفمنت اراوند اتس اكسس. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك الالكترون ده بيمشي ازاي حول محوره. طيب اعرفها ازاي؟ قال لك هو بياخد يا اما بوزيتيف هاف يا اما نيجاتيف هاف، وهو السيمبل بتاعه ام اس. جميل. لو هو كلوك وايز، يعني طالع السهم بالشكل ده كده، بيبقى الفاليو بتاعته بوزيتيف هاف. جميل الكلام ده. طب لو هو انتي كلوك وايز، يعني بيبقى شكله كده، بياخد الفاليو بتاعته بنيجاتيف هاف. وكده احنا خلصنا ايه الكوانتم نمبرز. تعالى بس نحل شويه عليه عشان نتاكد احنا فاهمين، وكده يبقى خلصنا الفيديو ان شاء الله وخلصنا الدرس. طيب عندنا اول 7 اسئله كده، تعالى نشوف بيتكلموا على ايه ونحلهم. فاول سؤال بيقول لك ايه: the number of orbitals in the 3D sublevel. سيبك من هو كام دي، مش هو كده كده دي سب ليفل اسمه دي. طب السب ليفل اسمه دي ده كان فيه كام اوربيتال؟ حاول تفتكر كده. فلو احنا افتكرنا هتلاقيه كان فيه 5 orbitals. طيب خش كده على تاني سؤال، بيقول لك ايه: it's not possible for a sublevel not to exist in any atom. يعني عايز سب ليفل من دول، بيقول لك ان هو مش هيبقى موجود في اي اتوم. طيب 5 دي هو الدور الخامس كان فيه دي، كان فيه دي. طب اللي بعدها 1 بي، هو بي دي كانت موجودة في الدور الأول، فلا الدور الأول ما كانش فيه غير اس بس، يبقى 1 بي ده فعلا مش موجود، يبقى هي دي كانت الإجابة الصح لأن هو فعلا مش موجود. طيب تعال السؤال اللي بعده: atoms of all elements doesn't أو don't contain the sublevel نوت. برضه نفس الفكرة، بيقول لك إن كل الإليمنتس ما فيهمش السب ليفل اسمه إيه في الاختيارات دي. معايا واحدة واحدة بقى. أول حاجة 2 بي، الدور التاني كان فيه بي، لو رجعت للعمارة هتلاقي كان فيه بي، يبقى فيه 2 بي عادي. طب اللي بعدها 2 دي، هل الدور التاني كان فيه دي؟ تقولي لا يا مستر، الدور التاني كان فيه اس وكان فيه بي، يبقى ال 2 دي ده ما كانش موجود. ال 2 دي ده احنا شفنا السب ليفل اسمه دي ده في الدور التالت، يبقى بدايتنا كانت 3 دي، يبقى ال 2 دي ده فين؟ مش موجود. خش على اللي بعده، بيقول لك 4 اف ليفل سب ليفل كونتين نقط اوربيتال. والله يا مستر ده سب ليفل اسمه اف، يبقى هو فيه 7 اوربيتالز، انا فاكرها. طيب حلو الكلام ده. خش على اللي بعده،
the number of electrons that the F sublevel can hold is not electrons. قلت لك ان الاوربيتالز بيبقى ضعفها الكترونز، بمعنى مش الاف انت لسه مجاوب ان هو فيه 7 اوربيتالز، طب كل اوربيتال بيقدر يشيل 2 الكترونز، يبقى 7 اوربيتالز نعملها 2 times 7 تبقى equal 14. تمام. طيب تعالى كده على سؤال 6، بيقول لك ايه the number of orbitals in the principal energy level اللي هو n equal naught. عايز يعرف عدد الاوربيتالات اللي موجوده في البرنسبل انرجي ليفل اللي هو اسمه n. فبما اننا عايز الاوربيتالز اللي في البرنسبل انرجي ليفل يبقى كنا بنقول n سكوير. طب خش على بعدها. the principal energy level naught consists of 3 sublevels. عايز energy level كان فيه 3 sublevels. 3 sublevels يبقى انت بتتكلم على الدور الثالث، يبقى انت عايز تالت energy level. طب تالت energy level ده كان KLM، يبقى هو كان الانرجي level اللي اسمه M. طيب تعال نبص على شوية أسئلة كمان. بيقول لك ايه which quantum number doesn't take the value 0. مين من دول ما بياخدش قيمة 0؟ فلو انت فاكر فالبرنسبل كوانتم نمبر كان بدايته من 1 وما كانش بياخد 0، فيبقى الإجابة هي البرنسبل كوانتم نمبر. جميل. طيب اللي بعدها what is the symbol of the principal energy level that includes the sublevels SPD. هو عايز الانرجي، عايز البرنسبل انرجي ليفل اللي فيه S و B و D. في S و B و D يعني في 3 sublevels، يبقى انت بتتكلم على الثيرد ليفل. طب الثيرد ليفل قلنا KLM، يبقى هو الM. طب اللي بعدها when n equal to one of the possible values of subsidiary quantum number is. طيب بيقول لك هنا n equal to، احنا عارفين الريليشن بتاعت السبسيدري كوانتم نمبر كان بيقول لك ايه من 0 to n minus 1. طب ال n هنا ب 2، يبقى من 0 ل n minus 1 يعني من 0 لحد 2 minus 1. 2 minus 1 equal 1. يبقى معنى كده ان السب ليفلز اللي موجوده فيهم واخدين فاليو 0 وواخدين فاليو 1. في عندك هنا 0 او 1 هتلاقي عندك اللتر بي مكتوب عليها 0، يبقى الاجابه كانت هي فعلا ايه 0. خش على اللي بعدها the number of orbitals in each principal energy level equal. لسه حلينها من ورا شويه، نفس الفكره برضو، بيقول لك عدد الاوربيتالات الموجوده في البرنسبل انرجي ليفل فتبقى n سكوير. طيب اللي بعدها the values n equal 4 l equal 2 represent an electron in the sublevel naught. بيقول لك ان انت لو عندك ال n equal 4 وال l equal 2 ده معناه ان هو في انهي sublevel. n equal 4 يبقى انت بتتكلم على الدور الرابع، يبقى لازم جنب السب ليفل تلاقي رقم 4، وفعلا كل خطوه جنبها 4. طب ال l equal 2 افتكر معايا كده هما كانوا اصلا 4 سب ليفل من اول 0 لحد 3. الاس كانت بتاخد 0، البي كانت بتاخد 1، الدي كانت بتاخد 2، يبقى انت كده بتتكلم على 4 دي. طب جميل الكلام ده. خش على بعدها يقول لك ايه atoms of all elements don't contain the sublevel naught. يقول لك الاتومز برضو ما فيهاش سب ليفل اسمه ايه، امشي معايا واحده واحده كده. 2B كانت موجوده في الدور الثاني، يبقى تمام. طب 2D قلنا ده ما كانش موجود، ده بدأ يظهر في الدور الثالث، يبقى معنى كده ان ال 2D دي مش معانا. طب تعالى على اللي بعدها the fourth principal energy level can hold a maximum of نقط electron. عايز المستوى الرئيسي الرابع كان في كام الكترون، اعرفها منين؟ كانت العلاقه بتقول لك 2n سكوير. هنا بيقول لك الفورس برنسبل انرجي ليفل، يعني معنى كده ان ايكوال 4، يعني تقول 2 تايمز 4 سكوير، 4 سكوير ايكوال 16، 2 تايمز 16 ايكوال 32. تمام. طيب اخر سؤال معانا maximum number of electrons in the fifth principal energy level when the atom is stable is نقط. اكبر عدد من الالكترونات في المستوى الرئيسي الخامس عشان تفضل الاتوم ستيبل. اتفقنا عشان تفضل الاتوم ستيبل ما ينفعش يزيدوا عن 32 الكترون، وعشان كده الريليشن بتاعت ال 2n سكوير ما كانتش بتمشي معانا من بعد رابع انرجي ليفل. يبقى معنى كده هو بيقول لك ان تفضل الاتوم ستيبل يبقى هي 32 برضه. لو قال لك الفيفث او السكس او السيفث كلهم نفس الفكره، من بعد المستوى الرابع خامس سادس سابع كلهم اكبر الكترونز تقدر تاخدهم هو 32 عشان تفضل عشان يفضل الاتوم دي معانا ستيبل، لان لو زادت عن ال 32 مش هتكون ستيبل، هتبقى انستيبل. جميل الكلام ده. ان شاء الله بعد الفيديو ده يكون الدرس بتاع كوانتم نمبرز ظبط معاكم،
وهو درس مهم جدا، وربنا يوفقكم ان شاء الله في كل اللي جاي. وسلام.